المنتخب الوطني الجزائري يستعد لمواجهة نارية وحاسمة أمام نظيره السوداني في الدور ربع النهائي من بطولة الشان، وذلك يوم السبت المقبل في تنزانيا. السودان تأهل بعد تصدره مجموعته ب5 نقاط، بينما بلغ الخضر هذا الدور بعد أداء متوازن في دور المجموعات. اللقاء يعد اختبارا حقيقيا للطرفين في طريق المنافسة على اللقب القاري وسط ترقب جماهيري كبير. وفي خبر آخر، أعلن نادي هيلاس فيرونا الإيطالي عن تعاقده مع المدافع الجزائري الشاب رفيق بلغالي قادما من ميشلين البلجيكي بعقد يمتد حتى صيف 2029. اللاعب البالغ من العمر 23 عاما تألق بشكل لافت في الدوري البلجيكي، ما جعله محط أنظار أندية أوروبية كبيرة مثل أجاكس أمستردام وتولوز الفرنسي. بلغالي الذي تدرج في أكاديميات كروية مرموقة في بلجيكا وهولندا يعد من أبرز المواهب الجزائرية في مركز الظهير الأيمن، وقد يشكل إضافة قوية للمنتخب الوطني تحت قيادة فلاديمير بيتكوفيتش. وأخيرا، سيليا ويكان تكتب التاريخ في الكاراتي العالمي، حيث ارتقت البطلة سيليا إلى المركز الخامس عالميا في تصنيف الكوميتي لوزن أقل من 50 كيلوغرام بعد مشاركات مميزة في بطولات دولية أبرزها الألعاب العالمية بمدينة شينغدو الصينية. سيليا المنحدرة من مدينة فريحة بولاية تيزي وازو تتدرب تحت إشراف المدربة القديرة ديهيا تشيخي، وتجسد مثالا حيا للانضباط والإصرار على النجاح. الاتحادية الجزائرية للكاراتيه عبرت عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة دعمها الكامل للبطلة في مشوارها نحو القمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد عن نجوم الجزائر في مختلف الرياضات.